التقطها بنزيما وصلت لناتشو من هنالك على الجهه اليمنى. ناتشو ورونالدو. لا ايضا سواريز. الدقيقتان الاخيرتان من عمر الشوط الاول. طبعا ولو ان هذه نكهه كلاسيك وهذه نكهه الدربيات هذه المنكه. Selling all these shows, doing this till I make it because he knows how I go. Got me yelling to play this because she fucking me the most right now. Buzz it. I just put a fan girl flew her out for Russia. I spent 3K. أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدينا المحترمين الأوفياء لقنوات بين سبورتس. مرحبا بكم إلى النقل المباشر والحصري لكلاسيكو الريال والبارسا الذي يتعرض كما تعلمون للأسف للسرقة والقرصنة المنظمة مع سبق الإصرار لحقوق ملك لقنوات بين سبورتس وملك للمشاهدين المحترمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبقى كذلك بإذن الله لسنوات قادمة من خلال مجموعة قنوات توفر للمشاهد كل الأحداث الرياضية العالمية في باقة واحدة منذ سنوات، وكل قنوات الترفيه كذلك. نعم مشاهدي الأفراد مدريد معروفة منظومتهم الدفاعية، لأنه من يتحدث عن الريال الكرة خطيرة، كرة رائعة جدا من ليو في اتجاه سواريز. الثنائي الذهبي للبارسا كان يفعلها في الدقيقة الثالثة. هيلا الانطلاقة عن طريق اللاعب سيرجي روبرتو. كرة خطيرة للبارسا. سيرجي دخل، روبرتو مازال. سيرجي روبرتو. لعبة ثلاثية من أروع ما يكون. سيرجي روبرتو من كاتالون يبعث الكرة للأوروغواي، من هنالك للويس سواريز القناص، لويس سواريز الخداع، لويس سواريز الماهر. جول أول لبرشلونة عند الدقيقة العاشرة من انطلاقة المباراة. إنه الهدف الرابع والعشرين للويس سواريز مع برشلونة. جول، يا له من جول. اللعبة كلها كانت رائعة، ويلها من أجواء، ويلها من صورة جميلة. على الجهة اليسرى رونالدو. هدف التعديل للريال. البلدوزر رونالدو هو الذي عدل النتيجة للريال. نعم، رونالدو القاتل هو الذي يعدل النتيجة عند الدقيقة 15، مسجلا هدفه 25. هدف ثمين لريال مدريد، هدف التعديل في ظروف صعبة مر بها الريال. كاد انتقدها بنزيما، وصلت لناتشو من هنالك على الجهة اليمنى. ناتشو ورونالدو. ايضا فراغات فادحة في دفاع برشلونة. النتيجة الآن بين الفريقين. رونالدو وجها لوجه يضيع كرة جول ثاني للريال. رائعة تمريرة من كرة ثانية ضاع من رونالدو في ظرف 3 دقائق. البارسا يتفرج والريال تستمتع وتمتع. رونالدو رائعة. ريال مدريد وكأنه يلعب في حظيرته في هذه اللحظات. ريال مدريد أمام برشلونة تتفرج عليه وهو يلعب. ريال مدريد عاد في المباراة والبارسا صارت تتفرج. وقال يلعب عليك بنزيما. فرصة رابعة للريال. خداعين توصل الكرة لسواريز، يرجع لكوتينيو. رأي تسلل. يقول حكم المباراة لا يا سواريز، لا يا راموس، لا يا سواريز. الدقيقتان الأخيرتان من عمر الشوط الأول. طبعا ولو أن هذه نكهة كلاسيك وهذه نكهة الدربيات، هذه النكهة تاع المباريات الكبيرة أو تضفي شيئا ما على هل رقم قياسي يبقى عندك يا راموس
في البطاقات الصفراء. لقاء الريال مع البارسا هذا ميسي بدوره يتلقى البطاقة الصفراء، هي العاشرة لليو ميسي أمام الريال في الكلاسيكو. سؤالي ما زال قائم وما زال ساري، هل سيندم ريال مدريد على تضييع كل هذه الكرات؟ وهي مرة أخرى خطأ آخر، أكيد ستكون هناك بطاقة. البطاقة يخرجها حكم المباراة في وجه سيرجي روبرتو، هي الحمراء. سيد الحكم حتى لا تكسر النرفز أكثر. صفر يا سيد الحكم، هل صفر؟ نعم، نهاية الشوط نهايته كانت مثيرة التي تمارسها جهات تنقل إشارة البيين باستديوهاتها وبرامجها. سواريز راح، ادخل سواريز، وصل سواريز يلعب ولكن ميسي يسوى 10. هل اخطأ سواريز ام لا؟ الحكم قال لا. ميسي استلم، ميسي دخل، ميسي راوغ، ميسي سدد، ميسي سجل، ميسي منح الفوز. ليو ليو ليو، جماهير البارسا لا ينقذكم الا ليو. بابا بابا يو 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 سواريز وضع تسلل، رفع الراية الحكم. لا انقلبت الموازين كلها في ال10 دقائق الاولى من انطلاقة هذا الشوط الثاني. نعم، قلب الموازين ليو ميسي. ضيعتها ليو. كانت ليلة رعب، كانت تتحول إلى ليلة القبض على ريال مدريد في الكامب نو. لا يفعلها ليو من لعبة واحدة، من كرة واحدة. وبابا جول! جاريث بيل يباغتني ويباغت البارسا ويباغت مارك أندري تير شتيغن ويسجل جول. هدف مباغت ورائع يا جاريث بيل، فعلها الويلزي وسجل جول. جول 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 لجاريث بيل الذي يسجل هدفه ال13 ويعدل النتيجة للريال. توني كروس، اسينسيو جاريث بيل، بوم. بابا الحكم ماذا قال؟ ولا شيء يا مارسيلو. الحكم علي خوندف على جهة اليمنى. ليو 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 بابا رائعة. هاي واحدة من الروائع وواحدة من المتعة التي كنت أقول بأنها ستبقى متواصلة مع عشاقنا ومشتركينا ومتابعينا. صاروخ جاريث بيل ضربت في الجدار وراحت ركنية. سيد الحكم صفر من فضلك حتى يرضى الجميع، حتى لا يزعل البعض، حتى نخرج إخوة في هذه المباراة بين الريال والبارسا. كسب الركنية للريال والحكم يقول خطأ ويصفر نهاية المباراة بالتعادل. مرضي للفريقين لأن البارسا توج باللقب ويواصل من دون خسارة، ومرضي لريال مدريد الذي لم يخسر وتحصل على التعادل. سيكون له دفع معنوي كبير جدا في نهائي 26 مايو أمام ليفربول في دوري الأبطال. نخرج حبايب بهذا الشكل، مباراة مرعبة مثيرة رائعة جدا. ميسي سجل هدف ثاني، جاريث بيل عدل النتيجة في الشوط الثاني. Listen, I have opportunity. 2 years ago, I gave the trophy to him. No doubt. As I mentioned, I think today, no doubt, is the best player. The best is score player. The best forward is Cristiano Ronaldo. Listen, both
is a good player, both different ways. Sometimes the people they didn't pay attention. Cristiano Ronaldo is the more forward. He play as a scorer, center forward, and Lionel Messi is a more organized and make it goal. Both, if I have to decide in my team, I like both, because one is a player who score like Cristiano, is an excellent player, and the Messi is a very talented, good player who prepare the game, and then have a very good ball control. Both who play in my team, but they are different style. Audio Jungle.